أمرت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ بتجديد حبس الطالب خالد عبد الغني 15 يوما على ذمة التحقيق لحيازته مسطرة عليها شعار رابعة. قال اللواء جمال الجزار المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكونغ فو إن اللاعب محمد يوسف تم ترحيله من روسيا وحرمانه من تمثيل مصر في بطولة العالم للكونغ فو. كان اللاعب قد قام برفع شعار رابعة وارتداء تيشيرت يحمل شعار رابعة أثناء تتويجه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب القتالية لمنافسة الكونغ فو التي تستضيفها مدينة سان بطرسبرغ الروسية. فلتذهب يا أخي الميداليات الذهبية إلى الجحيم.